اهلا بكم. رمضان كريم، كل عام وحضراتكم بافضل حال. نرجع للدوري المصري. مباراة بعنوان اهلي الشوط الثاني يحتل مؤقتا المركز الثاني في ترتيب الجدول. المباراة قبل الدقيقة 56 حاجة وبعد الدقيقة 56 حاجة تانية. بتكلم عن الفعالية الهجومية وخلق الفرص. رغم ان الاهلي احرز هدف في الشوط الاول الا ان الفعالية كانت افضل في الشوط الثاني. صراحة فريق الجونة عمل مباراة جيدة، قفل مساحات في الملعب ولكنه ما استغلش كل الفرص اللي جات له. ليه الاهلي كسب النهارده؟ واحد، استغل الفرصه بهدف من بين 4 فرص حقيقيه جات للاهلي، منهم فرصه في الدقيقه 63 لمروان اوتاكا فوق العارضه، والدقيقه 84 شحات جاب جوره في العارضه، والدقيقه 86 انفراد امام بحارس مرمى الجونه صدها. الاولى والسرور العالمي بالعمري لاوتاكا بره، الثانيه امام لمروان للشحات في العارضه، الثالثه امام حارس يصدها. اوت، هاني لعبها لياسر لهاني وراحت لبن شرقي اللي اتحرك في المساحه الفاضيه بين لعيبه الجونه. طبعا لعيبه الجونه هنا اتسحبت مع هاني وديانج، فبقى المسافه اللي بيلعب فيها بن شرقي مفيش حد ضغط عليه، ولا حتى نور السيد كان المفروض يضغط عليه في الكوره ديت. على الناحيه الثانيه كان في امام دخل بالقلب الدفاع رقم 2 عبد الجواد ثعلب، دخل بيه جوه وبعدين طلع بيه تاني في تايمنج ولا اروع. اتنين، تغطية بالعمري على أخطاء خط الدفاع وخصوصا كوارث محمد هاني وتقدم مرعي الغير مبرر في الملعب. 3، أدوار بالعمري الهجومية وخلق الفرص. بالعمري النهاردة تقف عند رقمين عملهم. أكتر لاعب في المباراة لمس كورة 89 مرة، وأكتر لاعب خلق فرص حقيقية 3 فرص تقريبا، عرضيتين وعمل واحدة ثرو باص لإمام. هنا كورة ملعوبة في ظهر قلب الدفاع، هو كان دخل جوه وطلعها، وهنا كورة تانية في ناحيته طلعها وهو مش شايف اللي جاي من وراه، وهنا طبعا غلطات هاني مع مرعي قفل المساحة كويس. 4، عدم استغلال الجونة للهجمات. على الرغم انه عمل المباراة متوازنة جدا، الجونة ضيع 3 فرص حقيقية، منها واحدة شالها ديانج من على خط المرمى، وفي 3 محاولات هجومية ما كملتش بسبب بالعمري اللي افسدها. وبالنسبة لي بالعمري هو رجل المباراة. مشاكل الاهلي النهارده: واحد، لعب لحد دقيقة 56 بدون شكل واضح في الملعب، وخصوصا ادوار عاشور وبن رمضان اللي كانت تقريبا واحده وكانوا ملخبطين بعض في الملعب. الاهلي طول الشوط الاول مخلي الجناح الشمال بتاعه اللي هو بن شرقي بيلعبه جناح يمين، وبيلعب من غير جناح شمال. شرقي بيلعب جناح يمين بيجيد وبيحاول ولكنه مش فعال بنسبه كبيره، لكن تسبب في هدف النهارده وعمل كروس باك وعرضيه او 2 خطر. لكن الجناح الشمال للنادي الاهلي لا بن رمضان ينفع مكان الجناح الشمال ولا امام ينفع. امام ممكن فعاليته بتيجي في مركز 8 اكتر، بتيجي اكتر في حريه حركته جوه الملعب تحت خط الهجوم. 2، خط دفاع النادي الاهلي النهارده 2 بره الخدمه تماما، مرعي وهاني، و2 عاملين مباراه جيده، ياسر وبالعمري بيغطوا على كوارث مرعي وهاني. 3، تحولات الاهلي كانت بطيئه جدا. لما الاهلي بيقطع الكوره مفيش تحول سريع للعب، واول تحول سريع حصل للعب يمكن بهجمتين او بهجمه بدايه من الدقيقه 75. 4، الاهلي النهارده عمل رقم كبير جدا في الكرات الطويله، 53% منها صحيحه او ناجحه. الاهلي لعب 75 كوره طويله، منها 40 كوره بس هي اللي صح. اولا، رقم كبير ان الاهلي يلعب كرات طوليه بالشكل ده على اختلاف طريقه اللعب. كان في 2 عندك ارتكاز نص ملعب، مروان وديانج، وكان في قدامهم 2 امام وبن رمضان. دي كلها لعيبه بتعرف تمسك كوره على الارض، فان الاهلي يلجا للكره الطويله ده معناه ان كان بيواجه مشاكل في نص الملعب، وبيواجه مشاكل فيها ضغط او تمركز جيد جدا من لعيبه الجول. تاني حاجه، دقه الكرات الطويله دي برضو ما كانتش على المستوى، يعني 50% منها بس او 53% منها هي اللي صح. التغييرات اللي حصلت حررت بالعمري، بقى ليه ادوار هجوميه اكتر، حررت امام وبقت ادواره افضل واوضح.
لما خرج بالرمضان، تغييرة مروان بانت قوي الفعاليه الهجوميه للاهلي. تغير شكل الاداء بعد نزوله، على الرغم انه مش مهاجم صريح، هو اقرب انه يكون رقم 10 او رقم 9 ونص، لكن صراحه مروان تحركات واستلام وتسلم وتمركز بين الخطوط وضغط على المدافعين وفتح مساحات ومحاولات على المرمى 10 على 10. لعب 34 دقيقه او 40 دقيقه بالوقت بدل الضايع، كان فعال جدا عن المهاجم كمش تحركات. انا اسميه كمش تحركات لانه ما بيعرفش يعمل حاجه غير انه بيتحرك. بيبص لا، بيشوط لا، بيراوغ لا، بيستلم لا. لحد دلوقتي هو ما جاش، ولا هو انجولي ولا هو برتغالي. محتاج معجزه عشان خاطر يتحول ويتغير اداء. اخيرا مبروك لجماهير الاهلي. الاهلي النهارده خد 3 نقط مؤقتا، يحط نفسه في المركز الثاني لحين مباريات بكره. مباراه والمهم جدا فيها هي مباراه سيراميك كليوباترا مع بيراميدز. ده كان تحليل مباراه اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.